السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الأعزاء، ومعانا القاعدة ال 28 في كورس الترجمة بتاعنا. بيقول لك إن الأرقام من 1 ل9 بتتكتب هجائيا، تمام؟ عشان تريح نفسك. يعني 1 تكتبها 1 ONE، 9 NINE. أكتر من كده اكتبها أرقام وريح نفسك عشان الترجمة بتاعتك تكون سهلة. 9 people أهي، 9 أشخاص، 9 people were killed، قتلوا، were زائد التصريف الثالث، and 112 و112 were injured. يبقى دول 9، دول 112، دي 9، دي 112، 112. دي كتبناها كده عشان أقل من 9 لغاية 9، من 1 ل9، ودي عشان أكتر من كده بكتير ريحنا نفسنا. دي تعدي، إنما ما تكتبليش 9 هنا كده، مش هينفع، هيكون شكلها وحش. او لو هتكتب لي دي 100 and مش عارف ايه، طويله شويه، تمام؟ لكن الجمله الانجليزيه لما تبدا بعدد لازم نكتبه هجائيا. ازاي؟ واحد يقول لي تم القبض على 76 شخص، 76 انت هنا جايبها لي هجائيا، اصل انا بدات بيها الجمله، مش في النص زي هنا، ده انا بدات بيها الجمله. 76 هنا كتبتها بالطريقه دي عشان بادئ بيها الجمله. 76 people were arrested، 76 شخص تم القبض عليهم. شكرا لكم، وكان معكم مستر ياسر السمان.